السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بطاطس ني في ني، يعني هنعمل كل حاجة ني في ني عشان الدنيا النهاردة حر. هنعمل فراخ وهنعمل بطاطس ني في ني. انا هنديها غلوة الاول على البوتاجاز وبعدين نحطها في الفرن. البطاطس اهي خرطتها اهي، وهجيب البصل بعد ما قشرتها غسلتها طبعا اهي ورصيتها في الصينية. هنحط عليها البصل والفلفل اهو، تمام كده. وبعدين هحط عليهم فلفل اسمر ونحط عليهم شوية كمون وحبهان مطحون مع ورق لورا وشوية بهارات محوجة والملح بتاعنا. وما كترتش الملح عشان لسه هحط مرق الدجاج، وندعك الحاجات دي كلها مع بعض في البطاطس. ونحط الفراخ بتاعتنا اهي، شرطتها ونقصها كده من الحاجة من الملح والتوابل. نجيب كده من البصل ونتبلها كلها. كده خلاص تبلناهم. نرص بقى البطاطس حلو، نحط عليها الفراخ ونحط بقى ايه على وشها الطماطم. بسم الله. نفضي الحلة كويس من الطماطم وبعدين نحط مرق الدجاج على الوش وشوية زيت، كله ني في ني عشان بس ايه الجو حر.
ولا مسبك ولا اي حاجه. حتى لو هتعملي محشي كله نايف نايف. احلى صينيه بطاطس. نجيب بقى المرقه. بسم الله. بقى كده على الوش. نجيب بس شويه ميه نحطهم ايه على الفراخ. بس كده. نولع بقى البوتاجاز ونجيب الزيت بتاعنا. حاجه ايه نسويها حلو. بسم الله. تاخد لها غلوه بس كده وبعدين احطها في الفرن. سهله جدا. نجيب لها الزيت شويه كده على الوش. شويه فلفل اسمر صغيرين على الفراخ. بسم الله. بس كده. هنغطيها ونسيبها تغلي ونولع لها الفرن. اهي تاخد غلوه ونحطها في الفرن. تعملي بقى جنبها شويه رز تاكليها بالعيش براحتك. ماشي. تاخد غلوه وبعدين نحطها في الفرن. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلاص خلص. وصينيه البطاطس طلعتها من الفرن. بس انا غيرت صينيه البطاطس عشان الصينيه التانية كانت صغيره فغيرتها في صينيه اكبر. وعملت جنبها شويه رز اهو. عملت شويه رز واحده واحده اهو. شويه رز وادي صينيه البطاطس. ايه رايكم؟ انا مش هطول بقى معاكم الفيديو. كده الفيديو بتاعنا خلاص خلص اهو. بصوا صينيه البطاطس جميله اهي. بس جربوها. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتدوسوا على الكل عشان يجيلكوا كل جديد من ام نور. ما تنسوش التعليقات. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.